دلوقتي حبايبي بقى زي ما انتوا شايفين عصرت الطماطم وحطيتها تتسبك اهي، زي ما انتوا شايفين تقلت اهي بقت حلوه. دي اول حاجه بقى بعملها عشان تتسبك عقبال بقى ما المكرونه تتعمل ويبقى كله جاهز. دلوقتي بقى اهو المكرونه اتعملت اهي، ميتها غليت يا دوبك هقوم حطاها واسيبها برضو مع نفسها كده لغايه ما تستوي ويبقى كله بيجهز مع بعضه. يعني انت وانت بتعملي الحاجه حاولي كل حاجه تبقى شغاله كده، تجهزي كل حاجه مع بعضها، تلاقي على طول انت حاجتك خلصت بسرعه وخلصتي في ثواني. فانا دلوقتي بقى هسيب دول على النار بقى كده يكملوا الطماطم تكمل تتقل شويه كمان والمكرونه تتعمل، وهقعد بقى اخرط بقى البطاطس واخرط السلطه وطلعت طبعا البانيه والناجتس يفكوا عشان اقليهم بقى وكل حاجه تخلص مع بعضيها، واكله كده سريعه وتخلص بسرعه وهو يوم بيتقضي والحمد لله على كده. وحيره بقى كل يوم نفكر بقى نعمل فاحنا دلوقتي بقى هنروح على على الرخامه ونقطع بقى حاجتنا. دلوقتي بقى حبايبي خلاص انا طلعت هنا الناجتس وبانيه عشان يفكوا قبل ما هعمل اقطع معاكم السلطه بقى. هقعد اقطع معاكم السلطه كده على السريع، حتت كده صغنونه كده عشان العيال بتحبها صغيره، تطلع معانا كده حلوه وسريعه كده وجميله. والله انا بحب اقطع على البلانشه، بس يعني بحب اكتر اقطع بايدي زي ما انتوا شايفين كده، اقطع بايدي كده على السريع. طبعا دي طبعا يعني ده اصلنا، الاصل ان احنا كنا طول عمرنا بنقطع كده بايدينا، فالواحد بقى بيحب يقطع التقطيعه دي وبتطلع معاكي صغنطوطه كده وجميله. نقعد بقى نقطع كده مع بعضينا ونتكلم بقى في احوالنا واحوال الحياه والمدارس بقى واللبس والحاجه. نزلت اشتري حاجات لابني الصغير، ما هو ابني الصغير ده بقى هو الوحيد اللي في مدرسه دلوقتي، ولادي التانيين كبار شويه في كليه. نزلت بقى عشان اجيب له اللبس الحاجه بتاعته، غلبني والله غلبني عشان ينقي حاجته. العيال بقى زي ما انتوا شايفين كده لا بيعجبهم حاجه ولا بيعجبهم حاجه بلبس، ولا عايزين كمان ما يلتزموش بلبس المدرسه ولا باليونيفورم بتاع المدرسه، فمش عارفين يعني العيال بتبقى عايزه بالظبط. تنزل من هنا مع الواحد مش عارف يختار لا شنطه عجباه يقول لك لا اشيل في حاجه كده في ايده. يا ابني لا خد يعني شنطه معاك يبقى فيها مثلا حاجتك كراساتك كتبك، يبقى فيها مقلمتك. لا عايز يمسك القلم في ايده والكتب في ايده كده، ولا في حاجه كده صغيره كده زي الاكلاسي بتاع زمان ده، بس دلوقتي مطلعين حاجات جديده كده. واللبس مش عايزين يلتزموا باللبس، اللي عايز يروح براحته عايز يروح بمزاجه بلبس عادي. فوالله العظيم يعني الواحد بيشوف حاجات دلوقتي غير اللي كنا عليها زمان كده، ملتزمين كده بلبس المدرسه وماريات المدرسه والشنطه والمقلمه والزمزميه. فربنا يا رب يصلح حالهم يا رب ويهديهم كده. كده بقى بنخرط السلطه اهو عشان نخلص الاكل، عشان الولاد اول ما بيصحوا بقى ويقعدوا شويه يلاقوا الاكل لسه ما خلصش، يقعدوا بقى ماما فين الاكل خلصتيش ليه؟ طب ساعدوني يا جماعه، حد يجي يساعدني، مفيش حد بيساعد. دلوقتي احنا خلاص قربنا نخلص السلطه بتاعتنا اهو. انتوا ولادكم برضو بتعمل كده زي ما انا بقول لكم كده، ولا انا لوحدي اللي في الوضع ده؟ مش عارفه والله، ربنا يهديهم يا رب. دلوقتي احنا خلصنا بقى السلطه بتاعتنا، بس انا ما بحطش عليها لا ملح ولا خل ولا حاجه دلوقتي، وساعات ما بحطش عليها خالص، يا دوبك بعصر عليها عصره ليمونه وخلاص بقلبها تبقى جميله وبتطلع طعمه وفي منتهى الجمال، احلى ما بتحطي عليها ملح وخل كمان، وبتفضل معاكي فريش بقى كده ولا بتدبل ولا اي حاجه، تفضل معاكي زي ما هي كده. فانا دلوقتي بقى احطها في التلاجة واجي اقشر البطاطس.
دلوقتي بقى نقشر البطاطس بتاعتنا اهي. وهنعمل ايه بقى؟ هو اي اكله كده حلوه ايه وسريعه نعملها وخلاص، تكفي اليوم وايه وتطلع حلوه كده وجميله وكله بيعدي. خلصنا تقشيره اهو، هنقطع بقى بطاطسنا بسرعه كده عشان ايه نقليها بقى، يبقى كله ايه يتحط على النار. دوبك بس ايه اخلص البطاطس اقوم قاليه ايه البانيه وكده بقى ايه يبقى خلاص اكلتنا خلصت. والمكرونه طبعا صفيتها، يا دوبك احطها بقى في الصلصه دلوقتي وكله ايه يبقى مع بعضه وخلاص كده ايه نخلص اكلتنا بسرعه. متاخدش بقى في ايدينا نص ساعه الاكله دي، بسرعه بتعمليها كله كده يبقى على بعضه كده مع النار، كل حاجه كده على في بعضها كده. تولعي الصلصه، تولعي على الميه، تولعي المكرونه، كله كده تلاقيه في ثواني خلص معاكي. قطع بقى اهو سريع كده اهو، حاولي تقطعيها كلها مقاس واحد علشان ايه تستوي ايه سوا واحد، ميبقاش فيه واحده حمراء وواحده ايه استوت بسرعه وواحده لسه. وانا ولادي طبعا بيحبوها رفيعه خالص، يعني ايه لو عملتها له تخينه شويه يقول لي لا انا مش عايزه كده، عايزه زي بتاعه المصانع تلاقي كلها مقاس واحد. كل واحد ليه مخ كده، دي فيها حته مش كويسه نشيلها. كل واحد كده ليه مخ وليه اكل، الولاد ما عادتش بتريح في اكلها. انا دلوقتي هو خلاص خلصت بسرعه واقليها بقى كده ايه بالسريع. دلوقتي بقى حبايبي المكرونه خلاص خلصناها اهو، ودلوقتي بقى مولعين برضو على البطاطس بنحمرها، يا دوبك تحمر بقى خلاص ونخلصها نحط وراها على طول ايه الناجتس بتاعنا والبانيه، وايه يبقى كده ايه بنخلص بقى ايه اكلتنا سريع سريع. طبعا بعد ما نخلص البطاطس نحط ايه البانيه، لان ما ينفعش تحطي البانيه قبل البطاطس، هينزل فتافيت في الزيت كده ويحروق البطاطس ويخليها مش كويسه. فاحنا دلوقتي خلصنا البطاطس الاول وبعد كده هنقوم عاملين وراها البانيه، وكده يبقى كده ايه كل حاجتنا عملناها ايه في وقت واحد من غير لا ايه تعب ولا مجهود زياده ولا اي حاجه، على السريع كده وايه ونخلص حاجتنا. دلوقتي بقى حبايبي زي ما انتم شايفين خلصنا اكلتنا اهي، اكله بسيطه وجميله، الناجتس والبانيه والمكرونه، وعملنا البطاطس المحمره وشويه السلطه، واكله كده عسل كده تتاكل كده على السريع، وحاجه كده جميله ونقضي يومنا كده ونقول الحمد لله رب العالمين. وبتقضي بقى معاكي لو معاكي شويه اكل باقيين من امبارح من اول امبارح عادي بقى، كله ايه اللي عايز ياكل ده هياكله، اللي عايز ياكل الاكل التاني هياكله، ويوم بيتقضى والحمد لله على نعمته. وان شاء الله بقى اشوفكم في وصفه جديده واكله جديده، وتشاركوني برضو كده راينا في حاجات كتير، وان شاء الله بقى ما تنسونوش بقى ايه في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.